أهلا بكم أعزائي ومتابعي اللحظة من فضلك. شاهد أول تعليق من سمية الخشاب بعد تعليقاتها المثيرة للجدل عن الزواج والتعليم. تصدرت الفنانة سمية الخشاب ترند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تحدثت عن الزواج وأجابت على سؤال أحد متابعيها عن مواصفات الرجل الذي تريد الارتباط به. وأكدت سمية الخشاب في تصريحات خاصة لمصر اليوم أن مقاييس القبول أو الرفض لأي عريس يتقدم للزواج تكون بسؤال واحد: هو معاك كام في البنك؟ بغض النظر عن مستوى ثقافته وتعليمه وتدينه. والحقيقة دائما تكون صادمة. وفي المقابل هناك بعض الأسر لا زالت تهتم بثقافة العريس وبيئته ونشأته. وأنا شاهدت الكثير من الشباب يكون تعليمهم متوسط لكنهم مهذبون ومثقفون جدا وعلى درجة عالية من العلم ويتحدثون لغات، طوروا من أنفسهم وأصبحوا نجوما وصنعوا ثروات. وتابعت سمية الخشاب: وهناك بعض الأسر لا يهمهم درجة تعليم العريس، المهم إن هو ابن ناس ومحترم ويعمل في وظيفة جيدة ويستطيع أن تعيش ابنتهم في مستوى جيد. وهذا ما أقصده، ليس شرط أن نعتمد على شهادتنا، يجب أن نعمل ونثقف أنفسنا ونعلم جيدا كيفية استغلال مهاراتنا في تحقيق فلوس ومقابل مادي كبير. وأنصح الشباب البسطاء العاملين في بنزينة أو أي عمل بسيط وأقول لهم: اشتغلوا بشرف وكرامة واعتمدوا على نفسكم ولا تعتمدوا على أسركم، واعرفوا ازاي تجيبوا القرش، تزوجوا من فلوس شغلكم. وكثيرا تخرجوا في جامعات وحصلوا على الماجستير والدكتوراه، وفي النهاية نجحوا في مجالات بعيدة عن تخصصهم في الدراسة وحققوا ملايين وصمموا كيانات كبيرة جدا وأصبحوا رجال أعمال أصحاب بصمات في مجالات متعددة، ونجاحاتهم لم تكن لها أي علاقة لا بدراستهم ولا بالشهادات اللي حصلوا عليها. أنا مثال حي، لأنني درست وتخرجت في كلية التجارة واشتغلت في مجال البنوك لفترة، ثم انتقلت العمل في السياحة، وفي النهاية أصبحت فنانة ونجحت في التمثيل وحققت شهرة كبيرة وكيانا خاص بي بعيدا عن دراستي. وفقا لإحصائيات، مش كل واحد بيشتغل بشهادته بيعمل نجاح واسم ونجاح مادي وبزنس. ورسالتي للجميع من خلال التغريدة: ضرورة أن يجتهدوا ويعملوا ويجربوا في مجالات تحبوها، وأن تتحركوا وتشتغلوا ولا ينتظروا وظيفة في مجال دراستهم. ولم أصرح بمقولة التعليم باظ، كنت بقولها على سبيل الهزار مع جمهوري على السوشيال ميديا، وكتبت من وقت انشغالي وعدم كتابة المراجعات للطلبة كعادتي مع كل عام. في فترة انشغلت وغبت عنهم وقلت لهم على سبيل الهزار: من ساعة ما أنا انشغلت عنكم التعليم باظ. وأكدت سمية الخشاب لمتابعيها أن أهم شيء الآن هو الحساب البنكي وليس الشهادة أو التعليم، حيث قالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس: الجواز ما عادش بالشهادة يا جماعة، محدش بقى بيسأل العريس معاه شهادة إيه، بقى الحساب البنكي هو الأساس. افهموا بقى واعرفوا إزاي تجيبوا القرش. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.